في رأي بيقول إن الإنسان الحالي هو أكثر إنسان مرفه من أول بداية البشرية. فهل الكلام ده صح ولا مش صح؟ أنا عندي رأي، ولكن قبل ما أقول رأيي هو لازم نعرف ما هو نوع الرفاهية اللي احنا بنتكلم عنه. فالإنسان القديم مثلا علشان يعمل ليومه أو يعمل لحياته كان يفعل الكثير من المجهود البدني والقليل من المجهود الذهني. وده كان بيتطلب منه الراحة الكتير والأكل الكتير. أما الإنسان الحالي فهو يفعل الكثير من المجهود الذهني، لأن احنا بعد ما بقينا في عصر التنوير وعصر العصر الحديث وما بعد الثورة الصناعية والكمبيوتر فما بقتش محتاج جسمك بهذه الكمية زي زمان، ولكن محتاج الإبداع وإنك تشغل دماغك وإنك تتعلم الجديد، وبيخش لك انبوتس كتيرة قوي، فعلى طول دماغك هي اللي شغالة ودماغك هي اللي كبيرة وإدراكك عالي يعني. وده يستوجب مننا الراحة الكثير والكيف الأكثر. لازم تعمر الطاسة علشان تعرف تعيش وتشتغل. ومن هنا نجد بعض الدول بعد أن كان الكيف ممنوع فيها ابتدت تنفتح، وزي هولندا مثلا، هولندا وأمريكا وكندا مثلا، ويقننوا الموضوع ده. فأنا عايز أعرف، هل الإنسان زمان برضو كان في حاجة إلى الكيف والمكيفات والحشيش بالذات؟ أيوة. وإيه تاريخ الموضوع ده؟ مش خلينا نتكلم عن تاريخ مصر مع المكيفات. المكيفات المصرية زي الشاي اللي احنا نشربه دلوقتي. المصريين عندهم أنواع من المكيفات محببة ومحبذة جدا لنفسهم. على رأسها الشاي طبعا، القهوة، الدخان، وأحيانا الحاجات الغير قانونية زي الأفيون والحشيش. فخلينا نتكلم كده ونقول نبذة بسيطة أو يعني مقدمة، إن كان دايما الأجانب المستشرقين لما بيزوروا مصر كانوا بيندهشوا من تعلق المصريين بالأنواع دي من المكيفات. الأوروبيين ما عندهمش أنواع دي، ربما بيشربوا أكتر خمور أو كده، لكن الارتباط بحياة الكيف والحالة دي مش موجود عندهم. وهنلاقي في واحد من أشهر المستشرقين الفرنسيين اللي زار مصر وكان اسمه بريس ديفن أو ديفن أو بريس، مش عارف بينطق ازاي، والمصريين بسبب اسمه الملخبط ده سموه إدريس أفندي. بريس ديفن بقى إدريس أفندي أصلا. في كتابه كان قال إن المصريين عندهم كلمة مش موجودة في قواميس العالم كله، وهي بتعبر عن الحالة من النعيم والمزاج الرايق اللي بيوصل لها المصري بعد ما يشرب كوباية القهوة والحجرين، وهي الكيف. فبنعرف مثلا من دكتور محمود خليل ان المصريين كانوا مرتبطين جدا بالقهوة والدخان، وده من بداية القرن ال15 لغاية دلوقتي. فبيحكي لنا مثلا، هو بيقول في رأيه ان ده كان بسبب البطالة وبسبب الظلم، وان كان المصري مش بيلاقي فرصة ان هو يحقق ذاته في المجال العام. ما كانش في مجال عام اصلا، كان ممنوع على المصريين. زي ما اتكلمنا في حلقات كتير، كانت الفرص كلها يعني منافسة لفئات معينة من الشعب، لفئات معينة، المماليك، العثمانيين، وحتى الفئات الضيقة جدا من الشعب المصري. باقي ابناء الشعب المصري كانوا بيعملوا ايه بقى؟ هنا بقى اللي زي ما بيسموها كده تاريخ الشعوب، تاريخ الناس نفسها. كانوا بيمتهنوا الزراعة، الفلاحة، الحرف البسيطة جدا، واحيانا بيبقوا مش لاقيين ياكلوا. فهيقضوا يومهم ازاي؟ بياكلوا حاجات بسيطة ويقضوا حياتهم في الكيف. ده زي ما بيقولوا لنا يعني علماء الاجتماع وكده، ان ده كان اسهل طريق للهروب. فكان الهروب من الواقع المظلم بالنسبة لهم يعني. بالظبط. وكانوا مرتبطين بشرب القهوة بشكل غريب جدا. فبيحكي لنا صديقك انت حبيبي الضابط الفرنسي جوزيف ماري موري في كتابه مذكرات ضابط فرنسي في مصر عن عشق المصريين للقهوة. وكان بيقول ان المصريين بيشربوا القهوة بشكل غير طبيعي، لدرجة ان هو بيقول كان المصري بيشرب يوميا في حدود 20 فنجان قهوة. انا اعتقد لو انا شربت العدد ده انا حرفيا ممكن يجي لي اوفر دوز. وبعد الفطار يشرب قهوه، بعد الغداء قهوه، بعد تناول الوجبه اي وجبه. هو بيقول المصري كان بيغسل ايده، ده حاجه كويسه، المصريين كانوا بيغسلوا ايدهم بعد الاكل ويشربوا قهوه. بيقول ده مرتبط بالوجبات، لكن على مدار اليوم بيشرب قهوه كتير جدا. ويمكن ماري موري
كان بيقول ان ده مرتبط بقله الغذاء عند المصريين، الاكل مش متوفر بكثره، فكانت البن بالنسبه لهم او القهوه مصدر غذاء داخل في غذائهم، مش مجرد قهوه عاديه يعني. وفي كتاب التاريخ الثقافي للقهوه للكاتب محمد الأرناؤوطي بيذكر لنا قصه غريبه كده. بيقول ان خير بيك، وكلنا عارفين طبعا خير بيك اللي هو بعد كده بنعرفه باسم خايم بيك. خير بيك ده اللي هو خان تومان باي، اخر ملوك المماليك، اخر سلاطين المماليك لما جت الدوله العثمانيه تحتل مصر. بالظبط. خان قنصوة الغوري وتومان باي الاثنين. هو كان نائب السلطنه في عهد قنصوة الغوري. وكان قنصوة الغوري في رحله من رحلات الحجيج، المفروض قافله الحجاج المصريين اللي بتطلع من القاهره بيطلع عليها السلطان او من ينوب عنه. فالسلطان مش بيطلع طبعا في كل رحله حج، غالبا بيطلع نائب عنه. فطلع مره خير بيك نائب عنه للحجاز لرحله المحمل زي ما كانت بتسمى. كلنا عارفين طبعا ان كسوه الكعبه كانت بتصنع هنا في مصر، وبتخرج فيه قافله عظيمه جدا لغايه الحجاز. بينضم لقافله المحمل ده الحجاج المصريين والمغاربه كلهم، كل ما هو غرب مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل دول بيوصلوا مصر في سيزون معين ويتحركوا مع بعض في قافله الحجاج الغربيين بقى زي ما كانوا بيسموهم في الحجاز. فخير بيك المهم وصل الحجاز مكه، والقى القبض على مجموعه من المجرمين ممن يتناولون القهوه بقرب الحرم. دي كانت وقتها ابتدت تتحرم ولا ايه؟ ايوه، كانت فيها حواليها شكوك ولغط كبير جدا، والقى القبض عليهم فعلا بتهمه شرب القهوه. وكانت شرب القهوه يعني محرم لعده اسباب، او مش محرم لكن في خناقه عليه لعده اسباب. يعني لازم نفهم السياق الاول قبل ما نقول الناس دول صح او غلط. يعني هم هنا كانوا بيتعاملوا مع القهوه كانها خمره. بالظبط. وده بالظبط ليه كانوا بيتعاملوا معاها انها خمره؟ اولا هي شيء جديد مش فاهمين ايه بالظبط دي. تاني حاجه لنفس الفكره بتاعه الخمره، ان طقوس شرب القهوه كانت شبيهه جدا بطقوس شرب الخمر. فكان وهي بقى الرجال يجتمعون في مكان مخصص لشرب القهوه. مكان اسمه ايه؟ اسمه قهوه عادي. زي خمره خماره. اللي بيشرب شاي ما بيروحش مشيايه مثلا ولا بتاع، بيشرب شاي في البيت في الشارع. اللي بيشرب سحلب كده. فهم حسوا حاجه غريبه. وازاي كانوا ساعتها بيتم شرب الخمره لغايه دلوقتي اسمها القهوه. أيوة. او الكوفي شوب حتى في الانجليش او في اللغات المختلفه. او كافيتيريا. القهوه ليها اهميه كبيره، ما بتعملش حاجه القهوه، انا ما بحبهاش اصلا. ما هو عشان كده بقى ايه، هنيجي بقى للنقطه دي. وكانوا بيشربوها ازاي؟ كل واحد يبقى ماسك الفنجان في ايده زي ما انا ماسكه دلوقتي، ويجي القهوجي يصب له، يشرب يخلص يحطه، القهوجي يصب له. فده كله شبه جدا طقوس شرب الخمر. فارتبط ذهنيا عند الناس ان اللي بيحصل ده مقارب للخمره. فبدات تحصل خناقه، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام. ولما عشاق القهوه نددوا بحاله خير بيك لما قبض على شاربي القهوه، خير بيك قال طيب يعني ايه، مش هحكم بنفسي. راح جايب مجموعه من الاطباء المكيين في مكه، اهل الحجاز ساعتها قبل قيام الدوله السعوديه، وطلب منهم ان انتوا افحصوا النبات ده وقولوا لنا ايه حكايته. راحوا 2 اطباء كده قعدوا وعملوا بقى ما اعرفش بقى تحليل، ما اعرفش ايه الاجراءات بالظبط الطبيه اللي كانت ممكن تتعمل وقتها. وطلعوا بتقرير مفاده ان القهوه فاسده وتضر البدن والعقل. دول قابضين، ما اعرفش قابضين من مين بقى، تجار اكيد نبات تاني، الشاي او كركديه مثلا. تجار الكركديه مقبضينهم. فخير بيك اعلن ان شرب القهوه حرام. اللي حصل ساعتها حلو ان كان زمان لما تمنع حاجه في الدوله انك تقول عليها حرام مش ممنوع. حرام. انت اللي بتحرم وتحلل مش بتمنع. هو كان يعني الحلال او الممنوع والمباح مرتبط بالشرع بشكل اساسي. فساعتها مجموعه من محبي القهوه، رابطه محبي القهوه في مثلا المعادي او حاجه كده، راحوا لشيخ الاسلام زكريا الانصاري. وشيخ الاسلام زكريا الانصاري ده كان مفتي مكه المكرمه. وراحوا له قالوا له ان ازاي القهوه حرام؟ احنا بنشرب قهوه ولا بتذهب العقل ولا بتعمل اي حاجه في البدن، ليه حرام؟ فزكريا الانصاري قال يعني هي حاجه جديده فمحتاجه بحث. احنا ما بنحرمش كده من باب للطاق زي ما خير بيك عمل. راح زكريا الانصاري اشترى بن. انا عايز اعرف هو ايه اللي كان مضايق خير بيك؟ يعني ناس بتشرب قهوه ما يشربوا. هو خير بيك احنا عارفين هو راجل سخيف. راجل سخيف قوي. راجل خاين على فكره يا جماعه.
يعني هنا وزاره الاثار عملت مجهود رائع علشان ترمم الجامع بتاع خير بك، واتفتح قريب يعني. فادعو كل الناس ان هي تزوروا، جامع جميل قوي. هو جامع جميل قوي، رغم ان المصريين كانوا عاملين مقاطعه لقرون للجامع ده بسبب يعني افعال خير بك المشينه اللي مش مرتبطه بالقهوه طبعا، لكن مرتبطه بخيانته. لا بس انت دلوقتي خلتني اتضايق منه اكتر. الراجل رخم قوي. فالناس راحوا للشيخ زكريا الانصاري قالوا له يعني ان القهوه فيها ايه، عايزين نفهم. هو الراجل قال لهم عندكم حق. فراح الراجل اشترى بن وعزم مجموعه من اصدقائه وبدا يعد مشروب القهوه بنفسه. اخد بقى ايه ازاي بقى الريسبي بتعمل القهوه، وقعد يعمل لهم القهوه، عمل نفسه باريستا يعني. ايوه عمل نفسه باريستا. وبدا يصب لهم القهوه، وقصد ان هو يكلمهم في امور دينيه وحياتيه وسياسيه كل الناس بتتكلم فيها. وهو بيكلمهم بيراقب ردود افعالهم وتصرفاتهم ورياكشناتهم، بيشوف هل المشروب ده اثر عليهم، هل واحد فيهم سكر لسانه تقل حصل له اي حاجه. قعدوا مع بعض ساعات وهو يصب لهم قهوه ويكلموا، يصب لهم قهوه يكلموا، لقاهم بيفوقوا اكتر. لا ما فيش اي تاثير طبيعي، الناس فايقين وبيتكلموا بتاع. فخرج ان شرب القهوه حلال بلال. وهنا طبعا زاط وفرح شاربي القهوه الكوفي لوفرز. وفي الفتره ديت كان عندنا في مصر شيخ الاسلام في مصر اللي هو زي المفتي او حاجه كده، كان اسمه الشيخ شهاب الدين الرملي. احتفل يعني احتفال كبير جدا بفتوى الشيخ زكريا الانصاري، ومن هنا اصبح شرب القهوه يعني محبب ومقرب، ومحدش في المصريين حتى بيشعر بالذنب وهو بيشرب القهوه. لدرجه زي ما قلنا ان جوزيف ماري موريرا، دايما ببقى عايز اقول جان او جاك بدل جوزيف، هو اسهل. بيقول زي ما قلنا اللي هو المصري كان بيشرب 20 قهوه او 20 فنجان بن في اليوم. وبقى طبعا يشرب في المكان المخصص لشرب القهوه وهو المقهى او القهوه طبعا. شخصيا يعني يقعد زمان بالتالي ما كانتش لسه ظهرت الشيشه بالشكل الحالي، كان بقى عندهم اللي هو البايب الطويله دي اللي ايوه يقعدوا يشربوا مع كوبايه القهوه ويقعدوا يحكوا. وهو ده الفصل الثاني من كلامنا النهارده عن الكيف. وهو ان شرب القهوه ارتبط بالدخان وبالبايب الطويل اللي الاستاذ شادي المسعودي باشا بيقول لنا عليه. وتذكر لنا المصادر ان هذا البايب الطويل الغليون الطويل المصنوع من الغاب، غاب الاشجار، كان يسمى بالشبك. الشبك صح؟ انا قريتها الشبك وكان مكتوب بين قوسين بضم الشين. والبه وده شبك. اوكي. وده كان يعني انتشار رهيب ما بين المصريين. والمصريين عرفوه لاول مره مع دخول العثمانيين. قبل كده المصريين ما كانوش يعرفوا الدخان اصلا. على فكره الشبك ده موجود لغايه دلوقتي، متحف جاير اندرسون هتلاقيه متعلق على الحيطه في حتت كتيره كده. الشبك القديم ده. وعلى فكره كان بيبقى متزخرف وكل واحد ليه شبك عليه رسماته وليه يعني في شياكه زي الفيب بتاع دلوقتي. كل فيب ليها شكله بتاع حركات. الناس كانت رايقه قوي. بس كان بيبقى محشي ايه الشبك بقى؟ ما هنا بقى نتكلم بقى كان محشي. ده السؤال اللي احنا سالناه في الحلقه اللي فاتت بتاع العمله الفرنسيه. ايوه. هو هنا بس نقول ان هو عرفوه المصريين اول مره مع دخول العثمانيين وانتشر بشكل كبير جدا. كان محشي تبغ، شيء اشبه بالمعسل. المعسل اللي هو البلدي بتاعنا في مصر اللي هو القص والسلوم والزغلول والكلام ده. وكان بيتم، هو حتى كان بيتقال عليه الحجر. الشبك ده اللي احنا بنحطه جواه ده حجر مش تبغ. وانا اعتقد كانوا بيقولوا عليه حجر لو هو لما بيشتعل بيتحول لشيء صلب ناشف كانه زلطه او حجره يعني. وكان المصريين بيقضوا يومهم، وزي ما قلنا انه واضح في الفترات ديت ان قطاع واسع من المصريين للاسف كان بيعيش في بطاله. مفيش بيعيش ببطاله لان مفيش مشاريع الدوله بتعملها. ما دخلناش العصر التجاري يعني في ايطاليا مثلا مع أسرة ميديتشي في القرون يعني بدون تفصيل القرن 14 و15 و16 والكلام ده، بقى في الأسر الميسورة زي ميديتشي وغيرهم اللي بيعملوا مشاريع كبرى، يعملوا مينا مثلا ويعملوا مراكب يعملوا بنوك. ففي مصر ولا كانت الدولة ساعتها بترعى المشاريع، ما كانش فيه مثلا حاجة زي شق قناة السويس زي بناء الهرم زي أي مشروع يعني، ولا حتى في التجار الكبار ما كانوش بيعملوا حاجة جديدة غير ان هو الواحد اللي بيستورد قماش او بيستورد بخور او بيستورد عطور ويبيعها في وكالته وبس. فكان
طبعا نسبة البطالة بتزيد جدا، فكان المصريين ما بيعملوش حاجة أو قطاع واسع منهم غير إن هو يتناول القهوة على المقهى وهو بيشرب الشبك الطويل المصنوع من الغاب وبيحشيه زي ما قلنا بالحجر ويشغله. وطبعا الشبك ده عمل مشاكل كبيرة بقى، لأن فتوى تحريمه انتشرت وبقت قوية، وطلع فرمان من الدولة بأن اللي هيتقفش بيشرب الشبك، دولة والله كانت ساعتها دولة عنيفة قوي، هيحصل له ايه؟ هيتعدم. لا، ما هياكل الشبك وهو مولع الحجر. يا لهوي. يحطوه فوق. عقاب يعني، عقاب جاحد من شخص جاحد. كنت مونت كريستو. صعب قوي كده، انسان ساذج اللي فكر في التفكيره العجيبه ديت. ورغم كده انتشر انتشار واسع، واصبحت الفرمان ده والفتاوي التحريم ليس لها اي محل في الواقع، لان الناس كلها في الشارع بتدخنه والعساكر بيدخنوه والقاده. الفتره دي كانت الدوله او يعني الحكام المسؤولين عن مصر كانوا بيصدروا اي حاجه بتضايقهم بيحطوا على الشعب. يعني كنت لسه بقرا برضو في كتاب ان مثلا لما يحصل وباء زي الطاعون مثلا او زلزال، فيقول لك ده بسبب ان النساء بقوا متبرجات، فما فيش واحده هتمشي بوشها كشف وشها مثلا، فكله هيلبس بتاعه مختوم من هنا مثلا بالختم السلطاني اللي هو زي النقاب بختم السلطاني. طب ستات مالها؟ انت يا باشا مش منظف حاجتك ومش منظف البلد، فيقوم مانع الستات، ممنوع الستات تخرج من بيوتها. طب والارامل واللي ما عندهمش رجاله مالهم؟ طب انت دلوقتي اصلا مش عارف الكونتنت بتاع البتاع ده تمنعه ليه على الناس؟ ما هو انت شفتهم ماشيين بيتطوحوا في الشارع بتاع اي حاجه. كان في تصرفات غريبه قوي مثلا. الحاكم بامر الله كان عايز يمنع النساء من الخروج. هو قرر ان مفيش ست تخرج من بيتها. مش يقفش على مراته مثلا ولا على بنته، قفش على نساء مصر كلها، البلد كلها. فعمل قرار حسب فعمل قرار ايه بقى ابن اللذينه؟ منع محلات ومصنعي الشباشب فعلا وجزم الستات، الحذاء النسائي يعني والكلام ده. اي حد هيصنع حذاء لامراه هيعدم، ورشلنا مسامير في الشارع. رشلنا مسامير في الشارع تبقى فيها كده حاجه اي لما تشوف واحده ست تجري عليها. فطبعا كان في فرمانات غريبه جدا، لكن بنعرف من هنا بقى ان المصريين بقوا مدمنين على القهوه ومدمنين على الشبك. وبعد كده تطور الامر طبعا للجوزه، وبعد الجوزه ظهرت الشيشه اللي في بعض الدول العربيه بيعرفوه باسم الارجيله او النرجيله او كده. بس اكيد كان في حشيش في الحجر، يعني مش بس تبغ. نقول بس حاجه ان المصريين اول مره يعرفوا السجاير، ما احنا زي السجاير العاديه في الورق البفر ده مع قدوم الحمله الفرنسيه. كل ده كانوا بيدخنوا الايه، الجوزه او البايب الشبك والكلام ده. بعد كده طبعا في عندنا المخدرات بقى الغير قانونيه لغايه دلوقتي، على راسها الحشيش، وشئنا ام ابينا وهو معشوق المصريين منذ قرون وقرون وقرون. وللاسف حتى الان يعني في قطاعات واسعه من المصريين بتدخن الحشيش وليه رواج كبير جدا، وكلنا عارفين الكلام ده. بيحكي لنا لين ديفيد لين في كتابه المصريون المحدثون وعاداتهم عن عشق المصريين للحشيش. الكيف زي ما كان بيقول عليه موري، قصدي بريس ديفن في الاول لما تقول الكلمه الغريبه اللي مش قادر اترجمها ديت، هو كتبها حتى كيف كده اكنها بتكتب فرانكو يعني. وكان بيقول ان المصريين بيشربوا القهوه والشيشه او الجوزه او الشبك، وكان ساعتها بقى خلاص الشبك بدأ ينقرض وندخل في مرحله الجوزه والشيشه بشكل اساسي. وكان بيقول عن الحشيش وكان بيصف مشهد هو كان بيشوف ان هو مشهد رائع من وجهة نظره، كان بيمزجه لما يشوفه المصري وهيشعل حجر الحشيش. ازاي بقى؟ قال لك كان المصري يشغل الجوزة بالحشيش فيها بقى المعسل او الدخان او كده والحشيش، قال لك ويشغله يولع النار عليه ويشد انفاس سريعة ورا بعض متتابعة لغاية ما الحجر يشتعل على الآخر. ويروح ساحب نفس طويل جدا ياخده على صدره ويملأ به رئتيه ويكتم، وبعد كده يكح ويطلع الدخان ويتحول إلى إنسان هادي ورايق وفي سلام وطمأنينة. وفي الفترة دي كان الحشيش بيتباع
في المقاهي وفي المحلات الصغيره. والقهاوي اللي كانت بتبيع الحشيش كان بيبقى عامله ركن كده، وكان بيبقى اسمه محششه. واللي عايز يشرب حشيش بيقعد فيه. وكان الحشيش طبعا في الفتره دي يعني مرتبط بالفئات الدنيا جدا من المجتمع، الناس الهلافيت والصعاليق والغلابه واللي يعني اللي ما وراهمش اللي ما وراهمش حاجه. حتى لغايه دلوقتي هنلاقي ان كلمه حشاش هي شتيمه، وان لما حد بيعوز يهين حد بيقول له يا حشاش. ده طبعا من الاثر القديم، يعني ان الحشيش ارتبط ذهنيا بالفئات اللي مش لاقيه تاكل وقاعده ما بتشتغلش واحيانا بيبقوا كسالى. مش عايزين برضو نلوم دايما الظروف يعني، لكن حتى بقى في يعني ايه للاسف في قطاعات من المصريين يعني ايه عشقة الكسل. لكن بجانب الحشيش ظهر ومبكر جدا عن الحشيش كمان، وهو معشوق كمان عند المصريين، وان كان الحشيش غلبه في اتوقع ايوه الافيون. انت صح. مزاجك عالي قوي. مزاجك عالي قوي. الافيون لسه مخلصه دلوقتي. الافيون بيقال يعني ان هو دخل مصر في اواخر القرن ال13 او منتصف القرن ال13، واللي هو اوراق القنب والافيون. وانتشر انتشار واسع جدا في مصر. وكان بيتم تناوله عن طريق المضغ في الفم. ما اعرفش، يمكن حاجه اشبه بالقات كده عند اليمنيين، الاخوه اليمنيين، ما اعرفش بصراحه. لكن كان المصريين برضو حبوه وانتشر بين المصريين جدا. وكان اللي بيشرب الافيون بيتقال عليه افيونجي. فعندنا الحشاش وعندنا الافيونجي. وهنا بقى ايه بشكل بقى احنا بنتكلم بقى كثقافه وتاريخ، مش بنشتم حد ومش بنشتم حد ومش بنشجع على شرب الحاجات دي طبعا يعني. لكن كان نظره المجتمع للافيونجي احسن شويتين 3 4 من نظره الحشاش. اكيد اغلى. الافيون اغلى وارتبط بالفئات الاعلى. والافيون تاثيره مش شبه تاثير الحشيش. الافيون بيعمل على الايقاظ، الانسان يبقى يقظ اكتر ومركز ويشتغل اكتر. فكان الافيون فعشان كده ارتبط مثلا بالفئات الشغيله. الناس اللي بيشتغلوا في العتاله، بيشتغلوا في اعمال يدويه صعبه، زي ما الشاي دلوقتي مرتبط بالصناعيه مثلا. وزي ما مش عايزين ندخل في بعض القطاعات يعني عشان ما نبقاش بنوصم فئات معينه، لكن زي ما مثلا في نباتات او الحبوب اللي بتدي باور يعني مرتبطه ببعض الشغلانات الصعبه في مصر. هم بيطولوا مثلا، اللي بيطول الشغل اللي بيحتاج يقظه فالافيون اشتهر بالفئات ديت الصنايعيه والناس الحرفيين اكتر وحتى التجار. واصبحت كلمه افيونجي بتعني كده في الصوره الذهنيه الانسان الانيق اللي بيشتغل كتير. الراجل بقى كسيب زي ما بنقول. فبيبقى بعد ما بيشتغل بالصبح يعني بياخد حته الافيون وينزل يشتغل، وبالليل يدخل مثلا حمام التلات، حمام اللي مش عارف ايه، ياخد الدش السليم ويلبس بقى الجلابيه النظيفه واللاسه، ياخد حته افيون ويمشي وياخد حته افيون ويشرب بقى كوبايه القهوه حته الحجر. فراجل انيق. غير الحشاش اللي قاعد بقى شعره منكوش ومربي دقنه وقاعد بقى ايه بيحشش ونايم. ونايم في الشارع بقى، الشغل الهوملس كده يعني. فنقدر نشوف بقى التباين ما بين الحشاش والافيونجي. وان كان طبعا الافيون خسر امام الحشيش. اشمعنى بقى؟ لان واضح ان في فترات معينه خاصه من اوائل القرن العشرين الطبقات دي نفسها اللي احنا بنتكلم عليها، ده لو مثلا اخذنا الكتب خاصه اللي بتتكلم عن ثوره 19 هي كتب كتير جدا مش عايز اقول اسامي عشان ما ننساش يعني، بنلاقي ان الفئه دي بالذات حاولت الفئه اللي هم الصناعيه والحرفيين والانصاف المتعلمين او التعليم بسيط يعني، حاولوا يترقوا اجتماعيا وحاولوا يدخلوا المدارس الجديده، المدارس الميري، ويدخلوا الوظائف الحكوميه ويترقوا اجتماعيا. فبقى بالنسبه لهم الافيون معطل. دلوقتي انا بقى نقدر نوعيهم الناس الجاده، الناس اللي هم شكلوا بعد كده الطبقه الوسطى في مصر، اللي كان عندهم طموح للتغيير، ومش لازم لتغيير الدوله لكن لتغيير نفسهم. لتغيير نفسهم وظروفهم. فتخلوا عن الافيون، لان الناس دي كمان شويه بشويه بداوا يتاثروا بالانجليز. يمكن بعد كده بداوا يشربوا خمور او ما نعرفش، بس هنيجي على موضوع الخمور ده كمان يعني. فهنلاقي مثلا حاجه مهمه، كلنا اكيد عارفين فيلم
فيلم السكريه وبين القصرين وقصر الشوق، ثلاثيه نجيب محفوظ. وانا بتكلم على الافلام لان الافلام هتدينا الصوره الذهنيه. هنلاقي حتى من شكل اللبس بيبان. فمثلا ده مش كلامي، ده كلام مثلا دكتور مكي، هو دكتور يعني استاذ في التاريخ كبير، في كتابه عن ثوره 19 كان بيتكلم عن تغيير الازياء. يعني احنا بنحاول في الحلقه ديت نتكلم عن نمط المجتمع. احنا بعد الحمله الفرنسيه هنتكلم كمان عن محمد علي الحلقه اللي جايه، فبنتكلم عايزين نفهم شكل المجتمع. يعني بيقول ان الازياء اتغيرت، فكان زي المصريين. لو حد فيكم شاف مسلسل النص، شفت مسلسل النص؟ شفت مسلسل النص. طيب في مشهد، المسلسل ده عجبني في حته الملابس. انا طبعا بحب التاريخ، فكل فتره ليها ملابسها. فيها مشهد لما كان احمد امين طفل وسرق النص فرنك من المعلم الكبير. فاكر المشهد ده؟ فاكر. فاكر المعلم كان لابس ايه؟ كان لابس عمه مقلوظه كبيره وشنب مبروم وعبايه وجلابيه واسعه. ده كان لبس المصريين. ده كان لبس المصريين لقرون طويله جدا او لفتره طويله جدا، لغايه ما جت ثوره 19 وما قبلها بفتره بسيطه بدا المصريين يثوروا على الملابس بتاعتهم. حتى احنا المصريين لغايه دلوقتي يعني ايه، ما عندناش لبس تقليدي قوي، يعني غيرنا كتير. الناس اللي بتقول المصريين شعب ما بيتغيرش، المصريين اكتر شعب بيتغير في كل حاجه. فهنلاقي مثلا لبس السيد اللي هو الطربوش والجبه والقفطان والجزمه كلاسيك، حذاء كلاسيك. فده كانه ميكس ما بين لبس الافندي ولبس الشيخ الازهري. عمل ميكس ما بين الاثنين، وبعد كده بيطلع اولاده افنديه. ما بيلبسوش كده، ما بيلبسوش كده كرافته وجاكيت وبدله وبتاع. بالظبط. فيعني في تطور في الطبقات ديت اللي هي بيمشوا حسب الترند. حسب الترند ومش ترند، كان هم اللي بيعملوا الترند، لان هم كانوا بيبقوا عايزين، كان في رؤيه للتغيير، تغيير المصريين لانفسهم نفسهم، وبالتالي تغيير البلد كلها. مش تقليد للتقليد. لا مش تقليد للتقليد، بدليل ان الطبقه بتاعت السيد ديت نفسها، السيد احمد عبد الجواد يعني ما كانتش بتلبس مثلا بورنيطه وكده. بيتهيألي كمان يا كريم كان الوعي في السن الاصغر زمان، الوعي بالذات، مش قصدي الوعي اللي هو التعليم او المعرفه، الوعي بالذات كان اوضح بكتير طبعا في الوقت ده. لكل واحد يعني، مش عايز اقارن بين اجيال، بس يعني كان الوعي بالذات كان بيبقى فاهم وعارف ان هو بيعمل كده علشان يغير نفسه. بالزبط. مش بيقلد للتقليد بس. بالظبط، كان فرص التغيير قويه. بالظبط. فخلينا نرجع للافيون اللي هو اللي خسر بعد كده امام الحشيش، والحشيش هو اللي بدأ ينتشر اكتر في القرن العشرين. فعندنا مثلا ان قبل الحرب العالميه الاولى كان اكتر حاجه منتشره ما بين المصريين الحشيش. الافيون بدأ يخف شويه، والبوظه. ايوه. والبوظه لو حد فيكم عارفها برضو في الافلام القديمه، الناس كانوا بيشربوها في قرع كده، يقعد ينزل على نفسه. ايوه. كان في فيلم اسمه ايه؟ التوتو النبوت. كنت اقول التبوت التوتو النبوت. كانوا بيقعدوا يشربوا كده. يعمل كده بايده. البوظه هي مشروب بيتعمل من الشعير ويترك ليخمر يعني، وبيبقى مسكر. من الشعير ولا من العيش؟ ما هو من الشعير وبعض العجين، يعني من المخلفات بتاعه الفرن، مش من العيش نفسه. قبل يعني ايه تسويه العيش والكلام ده. جميل. وده كان منتشر ما بين المصريين، لكن كان في، وكان طبعا اللي بيحبوه. ده اللي اختفى خالص. ده اختفى تماما يعني. طبعا كمان ممكن يحصل فيه حالات تسمم بسهوله، وان هو بيتعمل بطريقه كده بلديني، وطريقه ما فيهاش اي رعايه صحيه او اي رقابه او اي شيء يعني. وده كان بيلجأ للفئات الدنيا جدا، وبالذات كريه الدخان. كان في ناس الحشيش مثلا بيوجع صدرهم وبيكحوا، مش جاي معاهم سكه، فيشربوا بوظه. ولكن طبعا كان في ناس كتير بينظروا ليه ان هو فيه شبهه خمر، في حين ان الحشيش والافيون ما فيهمش شبهه الخمر. فحتى لو حرام يبقى حرام زيه زي السجاير، زي الشبك، لكن مش زي الويسكي. مش زي الويسكي. ففي الفتره ديت قعدة غرزه ايه؟ القعده اللي احنا عاملينها دي، لا مش يعني اللي هيروح يشرب ده مع ده مع ده كده خلاص قلبها غرزه. خلاص. ايه موضوع الغرزه ده صحيح؟ ما هو الغرزه بقى هنا دي المكان اللي كنا المفروض نقوله، بس انا نسيت. كويس انت فكرتني. ده المكان اللي ادنى من المحششه. المحششه دي اللي هو عند بياع الحشيش. عند بياع الحشيش، او في القهوه بيتعمل كورنر كده للحشاشين. الغرزه دي مكان بيصفه كده بقى، ماليش علاقه الكاتب يعني، هو مكان حقير. مكان حقير بيجلس فيه الناس
لشرب الحشيش. وربما بيبقى مصاحب ليه رقاصه كسر، يعني مغني صوته وحش، حاجات كده ايه، قصب كرش. ايوه رقاصة. كان محمد صبحي في مسرحيه كان بيقول ان انا كنت شغال طبال ورا رقاصه حامل وبترقص وقاعد على كرسي، بادي شيم وحاجه. المهم يعني، فدي الغرزه. بعد كده زي ما قلنا البوظه، ده كان الناس دي بتشربها ساعتها طبعا مع الحشيش اللي اكتسح في الفترات ديت، واكتسح بعد كده لغايه دلوقتي استمر معانا. معظم الحاجات ديت هنلاقي ان هي تاثيرها خف وانتشر وظهرت بدائل، الا الحشيش يعني ايه اصبح فيه علاقه عشق بينه وبين المصريين. وبعد الحرب العالميه الاولى اصبحت هناك معركه حتى الروائي عبد المنعم شميس في كتابه مقاهي الفن والادب بيذكر لنا المعركه ديت، ان في فترات معينه بقوة القانون الإنجليز قرروا منع الحشيش وتجريمه والأفيون وتجريمه وملاحقة المحلات اللي بتصنع البوظة وبتقدمها، لأنها حاجات مضرة وحاجات غلط و بس كان الرأي العام ساعتها حتى نقيب الأطباء وقتها كان بيقول إن دي كخطة خبيثة من إنجلترا علشان تجد في مصر سوق لبيع الخمور الإنجليزي. يبيعوا الويسكي، واحنا مش احنا عارفين يعني، ممكن الناس ما تبقاش عارفه السكوتش والويسكي كلها صناعه انجليزي. الحاجات دي كلها انجليزي واسكتلندي وايرلندي والمملكه المتحده كونياك وبتاع. فهم بالظبط، والكونياك حتى ستيفن روستي فبدا ينتشر شرب الخمور الاجنبيه المصنعه من الكحول لاول مره بهذا الشكل في مصر، بسبب طبعا منع الحشيش والافيون والبوظه. بعد كده الامر تطور اكتر واكتر واكتر لما ظهر الكوكايين. ده بقى جديد. ده بقى جديد، وحصلت هنا ازمه كبيره، لان حتى هنلاقي في اسماعيل ياسين في مذكراته كان قالها في الراديو، بيتكلم ان ابوه ادمن الكوكايين. وهو اسماعيل ياسين بيقول كده بنفسه، وده بيعبر لنا ان ده وعي الناس وقتها، ان ده كان السم اللي بينشره الانجليز ما بين المصريين، ان المصريين اللي تعودوا بدأ هنا بقى يظهر دفاع عن الحشيش وعن الافيون، ان ده المخدر اللي المصريين بيتعاطوه الوطني بقالهم قرون ولم يدمرهم، بينما الانجليز ادخلوا لنا الكوكايين اللي دمر الناس وخلاهم في حاله من الهذيان والجنون، وان هم يعني المروءه ضاعت والاخلاق ضاعت، بجانب طبعا الويسكي والكونياك وخاصة الويسكي والكونياك بدأ يظهر في الفئات المتفرنجة، ممكن نسميها المتفرنجة يعني، اللي هم عايزين يقلدوا الأجانب ويلبسوا بقى البدلة والبرنيطة والهيبيز والكلام ده، والأجانب اللي تمصروا، لأن عندنا المصريين اللي حاولوا يبقوا أجانب والأجانب اللي حاولوا يبقوا مصريين، والاثنين دول تلاقوا وبقوا طبقة سكنت في الأحياء اللي بتسمى كانت زمان الأحياء المختلطة. مصر الجديدة. مصر الجديدة من أعرق الأحياء المختلطة في مصر يعني. اللي هي بقى مالناش دعوه احنا بالاحياء المختلطه، احنا انا جد صعيدي وانا جد صعيدي، احنا سوهاجيه. سوهاج تحت سوهاج، الصعيد فوق. عندي الصعيد فوق بس احنا عايشين في الاحياء المختلطه عادي. عايشين في الاحياء المختلطه، وفي طبعا احياء الاجانب اللي كانت شبه جاردن سيتي او كده يعني، بس في الاحياء المختلطه وفي النادي المختلط اللي هو الزمالك، فكان في فكره المختلطه ديت وهكذا يعني. كان شكل وبدأت تظهر طبعا البارات اللي بتقدم نوع جديد من المشروبات بنوع جديد من الفنون، بعيد عن مثلا المقهى اللي بيتم فيه شرب الشيشة والحشيش، خلاص بقى في كازينو بقى وبيتم عازف الربابة بيقعد على الربابة ويحكي قصص. عنتر وابو زيد الهلالي والزير سالم بدأ يبقى فيه الكازينو، أبو رجل مسلوخ بدأ يبقى الكازينو ويقدم رقص ومزيكا غربي وويسكي وكونياك. وبدأت الحياة تختلف وتتعدد مصادر الكيف والمزاج عند المصريين، لكن احنا ناس مخلصين وبنحب الشاي وملناش علاقة بالحاجات التانية دي كلها. ماله الشاي؟ ما نسيبنا من الحاجات دي كلها ونشرب شاي وخلاص، او نشرب مثلا عصير مانجا. والله مفيش احلى من كده في الدنيا. او نشرب عصير قصب، ما ده يعتبر مشروب وطني. او ناكل بطيخ. الله، ناكل بطيخ في الحر. مش موريه كان بيحب البطيخ وبيقول ان هو كان بيصبره؟ هو ده اللي مصبره على عادة في مصر. انا والله يعني ناكل بطيخ، يخلوا البطيخ. انت عارف لو البطيخ اتمنع في مصر يا لو الناس هتنسى كل حاجه وهتجري ورا البطيخ. ايوه، هنعمل زي الشيخ زكريا الانصاري ونروح للناس المحترمه ويبقى البطيخ بقى بالشيء الفلاني والناس يعملوا هحصل البطيخ وانا هعمل شاي، اصب لك كوبايه شاي. لا انا نسيت اشرب الشاي. حلو قوي.
ده كلام جميل، وكانت حلقه جميله وممتعه كالعاده. الله يخليك يا مستر شادي. وعايزين نفرد فيك، انت كان عندك كلام تاني بتمعن عن الموضوع ده، فعايزين نفرد له حلقه تاني، نتكلم عن حلقه كنا احنا نتكلم تاني حلقه عن الكيف بتفاصيل اكتر. ونشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه. الى اللقاء.